السلام عليكم من بنها. النهارده سلمنا مطبخ جديد، مطبخ من خامه الاكليريك، مقاول بيلت ان، داخل كونتر فيرست وود اتش بي ال. خليكم معانا للاخر، هفرجكم على كل حاجه في المطبخ، تفاصيله، خامته، توزيع الاجهزه، عملنا ايه في المطبخ. يلا بينا. Okay, let's go. في البدايه المطبخ ده طبعا زي ما احنا شايفين مساحته متوسطه، مش كبيره قوي ومش صغيره. فالمطبخ دوت قدرنا اشتغلنا عليه على كذا محور. المحور الاول الشكل الديكوري للمطبخ يكون زي ما حضراتكم شايفين، يطلع سيمبل وبسيط وتحفه في نفس الوقت. الحاجه الثانيه توزيع الاجهزه يريح ست البيت. ثالث حاجه مساحات تخزين كبيره. رابع حاجه نعمل حساب كل حاجه في المستقبل في المطبخ ده، زي مواسير الغاز، الاجهزه اللي هتيجي لو هنجيب اجهزه كبيره. جينا في البدايه طبعا دخلت المطبخ هنا جنب الريسبشن، عملنا ارفف ديكوريه باللون الخشبي، لان انا في الظهر عندي ضرفه الازاز الفاميه جواها ليد خشبي، وعندنا الجزء اللي فوق الثلاجه والديفريزر هيكون في المنطقه دي، فعملناهم خشبي. ما رضيناش نجيبهم من الجنب التاني علشان اقدر اعمل مساحه رخام كبيره جدا متصله في الجنبين، يبقى المطبخ داير ما يدور عندي رخام متوزع بشكل جميل وبشكل مناسب للحركه، ويخدم ست البيت في كل الشغل. احنا عندنا المطبخ ما شاء الله يقف 4 مرتاح. عندنا الحوض هنا، الحوض ده سمارت. الاحواض دي سعرها يبدا من 8000 جنيه لحد 15 و20 الف جنيه على حسب ديجيتال سمارت، امكانيات بسيطه امكانيات عاليه. ده طبعا بالنسبه للحوض. هنا سخان الغاز معمول حسابه، هو انا جيت لقيت السباكه بتاعته معموله هنا، فما قدرناش نلعب فيه ولا نغير فيه اي حاجه. وفوق عملنا حساب مواسير الغاز لما تيجي، وطبعا اول ما تيجي مواسير الغاز وتركب، لان احنا كلنا ولا انا ولا صاحب البيت عارف شركه الغاز هتدخل الغاز من انهي منطقه، من الريسبشن ولا من الجنب ولا من هنا، فاحنا مش عارفين هم هيخشوا منين. فعملنا حساب مواسير الغاز، واول ما تركب الغاز كل اللي فوق ده هيتقفل. بالنسبه لتوزيع الاجهزه، انا فضلت ان البوتاجاز يكون في نص المطبخ في الواجهه، شفاط يكون قريب من المنور بحيث المدخنه بتاعته تمشي كده فوق، وهنا كمان يبقى جنب الشباك الشفاط التاني مساعد معايا. وفي نفس الوقت على يميني الحوض، لو بعمل اي حاجه على الحوض اقدر ان انا اجيبها على طول البوتاجاز. وهنا وزعت الادراج بتاعتي، وعملت هنا البول اوت بتاع الزيت الاستانلس بحيث ان انا يخدم على البوتاجاز بتاعي. وهنا طبعا مكان الغساله والصرف بتاعها اجباري ما قدرناش نتحكم فيه، والثلاجات جنب الحوض بحيث هطلع اي حاجه احطها في الحوض تبقى قريبه، هطلع كمان اي حاجه من الثلاجه من هنا استخدمها في الميكرويف او افكها يبقى قريبه مني. لان زي ما احنا شايفين المساحه، مساحه الحركه في المطبخ كويسه ممتازه، مش حابب ان انا اتعب الست اللي واقفه، وكمان تبقى كل حاجه سهله. نيجي بقى لتوزيع الوحدات في المطبخ وازاي قسمتها. عملت في البدايه هنا جنب الارفف الديكور دولاب النظافه بتاعي بتاع المقشات والكلام ده كله، والحوامل اللي هحط عليها اي اكياس او اي حاجه. وفوق عملت ضرفين للادوات النظافه كلها بتاعتي، يبقى انا خصصت ده كله للنظافه. وعندي هنا تحت الميكرويف والفرن عملتهم هنا رفين كبار، الحله كبيره جدا. وعندي هنا برضو رفين كبار، الحاجات الضخمه والحاجات الكبيره جدا. جيت بعد كده في البدايه عملت 3 تيربو بتاع البصل والثوم والخضار والحاجات اللي بتحتاج تهويه من الاكل. وهنا عملنا رفين كبار، وجينا برضو عملنا مساحات ادراج كبيره. وكمان عملت جوه درج معالق صغير مخفي جوه الدرج بتاع التوابل. وعملت هنا درجين وسط زي ما احنا شايفين، مساحه التخزين بتاعتهم كويسه جدا. وهنا طبعا البول اوت بتاع الزيت بتاعي اتعمل هنا جنب البوتاجاز. وهنا كورنر بمساحه تخزين ضخمه جدا للحاجات الضخمه والحاجات الكبيره. جينا هنا عملنا حساب الانبوبه، ولما الغاز يدخل الرف ده يتشال ويتحط على التكايات ويحل محل الانبوبه. فوق البوتاجاز الشفاط البيلت ان، الشركه المسؤوله عن تركيبه جت ركبته علشان الضمان بتاعه. وهنا بعديه عملنا وحده ب3 ارفف كبار، وعملنا هنا وحده صغيره للصواني. الارفف دي بتتشال بتتحط بحيث ان انا احط صواني كبيره احط صواني صغيره معايا المساحه كلها، وتبقى جنب البوتاجاز اطلع الصينيه احطها واحط عليها الحاجه بتاعتي. وعملت هنا فوق برضو كورنر كبير ب3 ارفف زي ما احنا شايفين. وطبعا دي كلها مساحات تخزين معايا في المطبخ. وهنا الضرفه الديكوريه بتاعتنا اللي فيها الليد من جوه.
ده بالنسبه للجزئيه دي. ننقل على الجزئيه الثانيه. فوق الثلاجات عملنا الدواخل بتاعه الازاز خشبي عشان الليد بتاعها، وعملت هنا جنب الحوض 3 ارفف، وهنا المطبقيه بتاعتي الهيدروليك. وادي الضرفه بتاعتي قفلت. فوق برضو رف تخزين. وعندنا هنا وحده تحت الحوض عملنا 2 باسكت زباله زي ما احنا شايفين. تمام. تحت الحوض تطلع وتدخل معاك وبتشيله بكل سهوله. وهنا منطقه الفلتر تبقى موجوده في الجزئيه دي. وهنا برضو كورنر كبير للمساحات الكبيره زي ما احنا شايفين. فتح الظرف عامل ازاي. بس كده ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.